والسلام عليكم ورحمه الله. حلقه من مزمزه كوره تقديم وزيز باذن الله تعجبكم. تاني حلقه من مزمزه في الفانتزي ما قبل الجوله الرابعه. بعد ما خلصت الجوله الثالثه بالكابتنات العيانه، يمكن معظم اللعيبه اللي احنا كابتناها ما كانوش بلانك رقميا، لكن كانوا بلانك كابتنيا. بمعنى ان معظم اللعيبه عملوا حاجات بسيطه جدا. عمل اسيست اللي جاب جون، لعيبه تألقوا وعملوا تألق كأن اللعيبه عادي عندنا، ولكن مش هو ده اللي احنا مستنيينه من الكابتن بتاعنا. يعني مش هي دي الارقام الكابتنه اللي احنا مستنيينها، مش هي دي الارقام اللي تفتح النفس. يعني حرفيا الكابتنه اللي فرقت في الجوله دي هي الكابتنه الريسك او الكابتنه المجنونه. نسيبنا بقى من موضوع كابتنه النهارده. ان شاء الله الفيديو هيكون متقسم ل3 اجزاء. اول جزء اللعيبه اللي احنا هنشوف هل نصبر عليهم ولا هنطيرهم من تشكيلات. تاني جزء وهي اللعيبه اللي احنا نحط عينينا عليهم او متوقع تألقهم. خلينا بس قبل ما نبدا اي حاجه خلينا كده نشوف اكتر اللعيبه اللي الناس اشتريتها قبل بدايه الجوله الرابعه. 3 لعيبه منهم الحمد لله كنا اتكلمنا عنهم في الفيديو اللي فات، جوستو وستيرلينج واودوجي، وطبعا ماديسون كنا اتكلمنا عنه في الفيديو اللي قبليه. اتكلمنا ان هم خيارات كويسه وان هم ممكن يتألقوا، والحمد لله فعلا اتألقوا، ودلوقتي الناس فعلا بقت بتجري عشان تشتريهم. خلينا نبدا كلامنا ونشوف مين هنصبر عليه ومين هنطيره. تقريبا معظم اللعيبه اللي كان عليهم علامه استفهام كلهم متكومين ومحطوطين في ماتش واحد، وهو قمه الجوله الرابعه ارسنال ضد اليونايتد. خلينا كده نبدا بمانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد كان فيه اللعيبه اللي احنا مديلهم الفرصه الاخيره، وهم راشفورد وبرونو فرنانديز. فعلا اللعيبه دي تألقوا، خصوصا برونو فرنانديز اللي جاب جون وعمل اسيست وكان كابتن عنب للناس اللي كابتنوه. وبالنسبه بقى لارسنال فساكا جاب 8 نقط، وطبعا اوديجارد ومارتينيلي وهافرتز كانوا بلح. مش هتكلم عن جبريل المدافع لاني حقيقه مش فاهم دماغ ارتيتا ازاي جبريل يقعد برضو على الدكه بعد اصابه تيمبر وبعد طرد تومياسو. كان قرار غريب جدا. والاغرب من كده برضو زينشينكو اللي قاعد دكه لحد دلوقتي. هل مثلا هو مش في كامل جاهزيته او ارتيتا مثلا شايله على الدكه للماتشات التقيله بحيث ان هو يبقى كامل مثلا جاهزيته ونشوفه ضد اليونايتد؟ مش عارف، يمكن، بس كله اكيد هيبان. السؤال هنا معظمنا او ناس كتيره مننا معاه على الاقل 3 لعيبه من خط الوسط من الفرقتين دول، فهل نصبر عليهم اكتر من كده؟ رايي بالنسبه لليونايتد فبرونو وراشفورد الاثنين مع بعض كتير. يعني في رايي اللعيب اللي احنا ممكن نسيبه هو برونو فرنانديز، اللعيب الاكثر، اللعيب اللي عنده مساهمه اكبر ان هو يجيب جون او يعمل اسيست، من اكثر اللعيبه اللي خلقت فرص في الدوري. غير كده راشفورد تحسوه لسه تايه يعني. وبالنسبه لارسنال بالاضافه ان اللعيبه دي لسه مش فورمه، فكمان جدولهم الفتره الجايه هيبدا يكون صعب، واظن اللعيب برضو الاقرب احنا نسيبه يكون ساكا. نسيبنا بقى من الماتش الرخم الاولاني في الجوله دي ونخش بقى على الماتش التاني التقيل برضو، وهو ماتش نيوكاسل وبرايتون. اوعاك انك تفكر انك تبيع حد من نيوكاسل. صحيح نيوكاسل الدنيا كانت مخبطه معاهم ولعبوا ليفربول ولعبوا السيتي وخسروا وكده، بس جدولهم حرفيا من بعد الماتش ده هيكون حاجه كده فرفخينه، على عكس برايتون من جدولهم اللي هيبدا يصعب من بعد الماتش ده. في رايي الماتش ده هيكون صعب على الفرقتين، والكلين شيت برضو ممكن يضيع من الناحيتين، بس اتوقع برضو الماتش ده ممكن يكون فيه جزرة تهديفيه، ممكن يخلص مثلا 2-2 3-2، فالخيارات الهجوميه ممكن نستعين بيها عادي جدا في الماتش ده. خلينا بقى ننتقل لفقره مين نحط عينينا عليه ومين متوقع يتألق، عشان بس ما نقعدش نعيد في الكلام. طبعا لعيبه تشيلسي ولعيبه السيتي مكمله معانا الجوله دي. السيتي هتلعب على ارضها ضد فولهام، وتشيلسي على ارضه هيلاعب نوتنجهام. في رايي في ماتش تشيلسي ممكن يكون الكلين شيت صعب شويه. نوتنجهام عملت اداء مش وحش قدام السيتي، وعملت اداء كويس جدا قدام اليونايتد، ومعاهم طبعا الهداف النيجيري اووني اللي جايب 3 جوان في الدوري لحد دلوقتي وهو هداف الدوري. فاظن ممكن الماتش مثلا يخلص 2-1 3-1 لتشيلسي. فستيرلينج وجاكسون برضو متوقع تألقهم، وتشيلويل وهو وجوستو حتى لو كلين راح ممكن يعملوا اسيستات. بعد السيتي وتشيلسي طبعا لازم نتكلم عن ويست هام اللي عملت اداء كويس جدا في الجولات الاولى، واللي هتلاعب لوتون، وده تقريبا ممكن يكون اسهل ماتش في الجوله. بالنسبه للماتش ده متوقع جدا طبعا تألق انطونيو وتألق بوين، واللي عنده وارد براوز برده ممكن يتألق. بس برده في رايي انك لو عندك تبديلات ففي لعيبه احق انك تجيبها من فرق تانية احسن من ويست هام، خصوصا ان ويست هام بعد الماتش ده هيبقى جدولهم هيبقى صعب. فممكن مثلا لو انت مصمم على حد منهم ممكن تكتفي بوين، ممكن كل ماتشين يجيب جون، ممكن كل ماتش يعني يخطف له حاجه كده. لعيبه برده برينتفورد مكمله معانا جدولهم كويس، مبوم وويسا. وبالنسبه برده لتوتنهام ماديسون ممكن يتألق، وممكن سون يتألق جدا. الدنيا كانت منحاسه معاه، بس متوقع برده انفجاره يعني. بالنسبه بقى مثلا للعيبه استون فيلا واتكنز وديابي، متوقع جدا جدا تألقهم ضد ليفربول. اتفق معاك ان ليفربول بقت الدنيا تظبط معاهم شويه هجوميا، بس حرفيا الدنيا دفاعيا شوارع، خصوصا بعد طرد فان دايك ان هو مش هيلعب، وبعد كمان كوناتي في تقارير كتيره بتقول ان هو مصاب، والشوارع اللي ورا ارنولد. فحرفيا ممكن واتكنز وديابي يتألقوا جدا قدام ليفربول. هو اخر لعيب ممكن اقول ان هو ممكن يتألق هو اندرسون، لعيب بتاع كريستال بالاس المدافع. اندرسون عنده 3 تسديدات على المرمى وخلق 6 فرص،
فمدافع بالارقام دي، وكمان غير كده هو اكتر مدافع عنده نقط مع كاش، فمتوقع طبعا ان هو يعمل كلين شيت وممكن بونص وممكن يجيب له جون ولا حاجه. ونيجي بقى لاخر جزء بتاع الكابتنه، وطبعا الكابتنه مما لا شك فيه هو كابتنه ايرلينج هالاند. هالاند اللي هيلاعب فولهام على ارض السيتي متوقع تألقه جدا، وهل ممكن نشوف اول هاتريك لهالاند الموسم ده؟ من الكابتنات التانية المضمونة ممكن طبعا تكابتن ستيرلينج، ممكن تكابتن ماديسون، ممكن تكابتن سون. صحيح سون الدنيا لسه منحاسة معاه، بس متوقع جدا انفجاره خصوصا قدام بيرنلي اللي هو حظه حلو عليهم وكان جاب فيهم الجول العالمي بتاعه. بالنسبه بقى للكابتن الديفرنشال ممكن تكابتن بوين، ممكن تكابتن جاكسون، ممكن الفاريز. وبالنسبه لي بقى الكابتنه الديفرنشال اللي مجنونه الجوله دي انك تكابتن واتكنز قدام ليفربول. احساسي بيقول لي ان واتكنز ممكن يعمل ماتش كبير جدا، ممكن يكون ماتش عمره قدام ليفربول. هو دفاع ليفربول اصلا من اول الدوري شوارع، ما بالك بقى دلوقتي يعني هيبقى حارات. وده هيكون اخر جزء معانا في الفيديو. وطبعا بالنسبه لجزء الاحصائيات ما حبيتش اعمله الفيديو ده، خصوصا ان هي الاحصائيات تقريبا متقاربه، فما حبيتش اعيدهم تاني. كان في بس المقارنه دي كان منزلها موقع الفانتازي الرسمي ما بين ستيرلينج وماديسون، لو حد محتار مش عارف يجيب مين فيهم. طبعا الاحصائيات دي مايله شويه لماديسون، عنده نسبه اكتر ان هو يساهم بجوان، بيخلق فرص اكتر، بيشوط اكتر. وبالنسبه لستيرلينج فلمساته جوه منطقه الجزاء اكتر. ودي تكون نهايه الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ومستني برضو رايكم تحت في الكومنتات هتكابتنوا مين. اهم حاجه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وجديد شديد ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.